السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ ليليا. اليوم غنقدم لكم هاد الوصفه ديال عشاش ديال الكنافه بالكريمه والمكسرات. كنتمنى تنال اعجابكم، وكتجي مقرمشه بزاف بزاف ولذيذه للناس اللي عزيز عليهم التقرميشه. ودابا ندوزو للطريقه والمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه. اول حاجه غادي نصايب الكريمه اللي هي سهله بزاف بزاف، ما فيهاش مواد بزاف. غندير الحليب، تقريبا غادي نستعمل نصف لتر ديال الحليب. غادي نضيف عليه هنايا مايزينا او نشا الذره. استعملت ملعقتين ونصف يكونوا كبار، 2 معالق كبار ونص. غادي نستعمل كذلك ماء الزهر اللي ديجا ضفت ليه روح الزهر في القرعه، يعني على حسب الذوق. انا عزيز عليا ماء الزهر كثرته، تقريبا درت واحد 5 المعالق بهذاك الشيء اللي تكب ليا. وما نساوش نضيفوا السكر سنيده حتى هو على حسب الذوق. بالنسبه لي انايا ضفت ملعقتين حتى ل3 المعالق ديال السكر الخشن. صافي، وغادي نديه فوق النار حتى كنبقى كنحرك حتى يولي ليا كريمه. هنايا خديت شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، دخلتهم للفران يتحمروا مزيان مزيان عاد باش كنخرجوهم. هنا عندي الزبده مذوبه، زبده العبار ذوبتها، ممكن تستعملوا معها الزيت النباتي، تخلطوهم بجوج. وتما عندي الكريمه اللي صايبناها. هنايا هاد المكسرات اللي حمرنا، وعندي هنايا شويه ديال الزبيب مع الفواكه المعسله، ممكن تستعملوا غير الزبيب بوحدو. وعندي هنايا الكنافه اللي حطيت لكم ديجا، اللي كنت قلت لكم خديتها للناس ديال مراكش. كاينه السيد اللي كيبيعها، هو اللي كنشري عنده كذلك الورقه ديال البسطيله، وعنده كل شيء زوين. كاين في السوق ديال ازلي، اللي كيعرف السوق ديال ازلي. الباب اللي كاين حداه مول الغرس، حط واحد حيت هو السوق عنده بزاف ديال البيبان. الباب اللي غادي تدخلوا ديريكت وغتلقاو المحل ديال السيد، هو اللي حداه السيد اللي كيبيع الغرس. صافي، كناخذ واحد شويه من هذيك الكنافه وغادي نديرها على شكل خيوط، وغادي نسقيها بهذيك الزبده المذوبه اللي درنا، وكنلويها. وكنحاول انني هذيك القاعده ما تكونش خاويه، باش ملي نحطو فيها الكريمه ما كتخرجش لينا من التحت. صافي، وكنلويها بهذه الطريقه، وباش يبقى عندي الشكل ديالها مقاد بحال هكا. كنجيب هاد القوالب هادو، اللي ما عندهمش ممكن يستفوها غير في الصينيه وحده حدا وحده. صافي، وكنبقى هكا حتى كنكمل هذيك الكميه اللي بغيت. بنفس الطريقه كندهن بالزبده المذابه وكنلويها. كنحاول نديرو القاعده من التحت ما تكونش خاويه. وكنديرها في هذاك المول. صافي، وهنايا كنجيب هذيك الكريمه اللي صايبنا، كنحاول انني نملأ هذوك الحفر اللي كاينين في هذوك الكنافه.
هي فاش كتبرد راه كتقصح، ماشي كتقصح، كتجمع واحد شويه صافي. ومن فوق هذيك الكريمه بالنسبه لي انا غندخلها الفران عادي، راه ما كيوقع عليها والو، وكتجي لذيذه بزاف. هكا تحضروها في رمضان في الطبيله، تحطوها مع الشباكيه والبريوات وسليلو. غندير فوقها شويه ديال العنب المجفف اولا الزبيب، وغادي نضيف عليها اللوز اللي حمرناه في الفران وقرملناه. وغنضيف عليهم القرقاع. انا درت نفس الطريقه اللي كيديروا في سميتو في المحلات، نفس الطريقه اللي شفت السيد دارها وكيبيع بها، اللي قال لي هي اللي طبقت لكم في هذا الفيديو. هي نفس الصوره اللي صورت من المحل اللي صورت لكم في الاول الفيديو. من بعد ما هنايا كيف شفتوا معايا راه طابو، راه درتهم غير على 170 درجه وخليتهم خداو راحتهم في الطياب، وجاو اللون ديالهم الذهبي، ما نخليهمش حتى كيتحرقوا صافي. وكناخذوهم وكنستفوهم في اللاطه اللي غادي نعسلوهم فيها. بالنسبه لي هنايا فقط كملحوظه، انا ما استعملتش القطر، حيت صراحه كيجيني المذاق ديال العسل كيجي فيهم حسن من هذاك القطر. فهذاك الشيء علاش هاد جوج اشكال اللي درت لكم بالكنافه استخدمت ليهم العسل، وانتم غتشوفوا الفرق ملي غادي تجربوهم بجوج. صافي كنحاول نستفهم وحده. هنايا انا استخدمت العسل ديال الزمزمي كيف قلت لكم في الفيديو الاول. ممكن ديروا العسل اللي حطيت لكم في القناه وتكبوا فيه واحد الحك ولا غير قرعه صغيره ديال العسل تاع الزمزمي، وتحتفظوا بها، تعسلوا به جميع المعسلات اللي كتبغيو تحضروا وتحطوهم في الطبيله. صافي هنايا كنحاول نعسل هادو كاملين، كل وحده كندير لها معلقه. فاش كتشرب راه ما كتجيش شاربه العسل بزاف، حتى كتكون الحلاوه ديالها مقيته، لا كنديروا لها غير شويه باش يتوالموا هذوك المذاقات مع بعضياتهم. هاد الكنافه هادي راه كتجي لذيذه بزاف، حسن مني الا درنا المكسرات بوحدهم. جربوها وردوا عليا الخبر. هنايا عندي شويه ديال الكاوكاو اللي كنت صايبت بنكهه البيستاش، راه غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف بجميع النكهات. وغادي نزينهم هكا من الفوق باش كتعطي فيهم هذيك الخضوريه، كتعطيهم واحد المنظر زوين صافي. وكنخليهم حتى كيتشربوا مزيان وكيبردوا، عاده باش كنحطهم في قويعطات وكنستفوهم في الطبيصيل اولا في الحاجه اللي بغينا نقدموهم فيها. كيف كتشوفوا هما من بعد ما بردوا شربوا لينا هذاك العسل، كيجي الشكل ديالهم هكا، كيجيو لذاذ وزوينين صراحه. كنتمنى انكم تجربوهم، وما تنساونيش من تعليقاتكم ولايكات للفيديو باش ان شاء الله نقدم لكم وصفات اخرى. وغادي نتسنى الراي ديالكم في هاد العشيشات ديال الكنافه، واي تساؤل خليوه ليا في التعليقات وغنجاوبكم عليه. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه اللون ديالهم كيجي لون ذهبي، وكتجي فيهم واحد التقرمشه زوينه بالنسبه للناس اللي عزيزه عليهم شي حاجه مقرمشه، فهادو احسن حاجه. ما خليت لكم الفيديو بالصوت باش تسمعوا هذيك التقرمشه كي تتكون. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.